أهلا بيك في بيت الحياة. قلب رعنخ. قصة الأسرات دي قصة طويلة، واللي بدأها الملك مينا موحد القطرين، زي ما أولاد سنة 5 ابتدائي بيدرسوها دلوقتي في مادة الدراسات الاجتماعية. طب مين بقى ملك مينا؟ زمان قوي قبل القرن 3100 قبل الميلاد، كانت مصر بتتقسم لمملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وكان كل واحد فيهم ليه تاج معين ورمز معين. يعني مثلا مملكة الشمال كان لون التاج بتاعها اللون الأحمر، وكان الرمز بتاعها هو زهرة البردي. أيوة، وده اللي كان بيتصنع منه ورق البردي زمان. أما مملكة الجنوب كان التاج بتاعها لونه أبيض، والرمز بتاعه هو زهرة اللوتس. المهم، جه الملك مينا من مملكة الجنوب وحدها مع مملكة الشمال. في أقاويل في الموضوع التوحيد ده. يعني مثلا في بعض المؤرخين بيقولوا إن الملك مينا هو ملك مملكة الجنوب وورث مملكة الشمال عن أمه. في أقاويل تانية بتقول إنه أخذ مملكة الشمال بالحرب، ولكن اتفق جميع المؤرخين على إن مينا هو موحد